ترى مين هم أصحاب الكهف وإيه قصتهم وليه ربنا اختارهم وعملوا إيه أهل القرية لما عرفوا قصتهم؟ في الفيديو ده هتعرفوا كل الأسئلة دي، تابعوني. القصة بدأت مع مجموعة شباب كانوا عايشين في مدينة من المدن. كان حاكم المدينة رجل ظالم وكافر كان اسمه دقيانوس. كان بيؤمر الناس بعبادة الأصنام وكان بيقدم وبيذبح للأصنام القرابين. لو شاف أي حد بيعبد ربنا وما بيعبدش الأصنام كان بيعذبه عذاب شديد، لدرجة إنه لو شاف رجل مؤمن بيحطه في سجن وبيطلق عليه أسد جائع عشان يفترسه. وفي يوم من الأيام خرجوا أهل القرية لعيد من أعيادهم، وخرجوا معاهم الشباب وشافوا الشباب أهل القرية هم وبيسجدوا وبيذبحوا للأصنام. ربنا سبحانه وتعالى ألقى نور الإسلام في قلوبهم، كانوا من سادة القوم وسابوا أهلهم في العيد ده وتركوهم. يقال إن مشي أول واحد منهم بعيد وقعد تحت ظل شجرة، بعدين راح التاني، بعدين التالت، لغاية ما اتجمعوا كلهم. كان كل واحد منهم بيكتم إيمانه خوفا من أصحابه وعلشان ما يعرفش الملك الظالم ويبقى طعام للأسد. فجأة قام واحد وقال: تعرفوا والله ما أخرجكم من قومكم للمكان ده هي حاجة واحدة في قلوبكم، تعالوا نتصارع فيما بيننا. فقال التاني: والله أنا حاسس إن قومنا على باطل، إزاي بنعبد الأصنام لا تنفع ولا تضر مع إن من يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وما بينهم. فبقوا إيد واحدة وإخوات متحابين في الله. اتقال إنهم أخذوا مكان مع نفسهم بعيدا عن قومهم علشان يعبدوا ربنا، ولكن بعد فترة قومهم عرفوا بإيمانهم وعرفوا الملك. فلما عرف الملك الظالم بإيمانهم أرسل إليهم فجاءوا إليه، وكانوا خايفين لا يعمل فيهم زي ما عمل في قبلهم وخلاهم طعام للأسود. ولكن الله عز وجل ثبتهم وربط على قلوبهم وقالوا كلمة الحق قدام الملك الظالم ودعوه إلى الله. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. يعني لو دعوا من دونه إلها فقد قلنا باطلا وكذبا وبهتانا. فالملك غضب عليهم وأمر بنزع لباس الزينة اللي كانت من قومهم وهددهم بالعذاب لو ما رجعوش لدين قومهم، وادالهم شوية وقت لعلهم يرجعوا. وكان التأجيل ده من لطف ربنا بيهم لأنهم توصلوا بالتأجيل للهروب والفرار من الفتنة. ففكر الشباب بالعزلة فقرروا اعتزال قومهم، فهم مؤمنون ولكن قومهم كافرون، مفيش مجال للعيش معهم. خرجوا من المدينة إلى الجبال وقرروا ينزلوا في كهف في الجبل. طلبوا من الله عز وجل أن ينشر عليهم في الكهف من رحمته. استجاب الله عز وجل فضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، حيث يسر الله عز وجل الأمر وسخر لهم الآيات وأمر الشمس ما تلمسش أجسادهم علشان ما تأذيهاش. كانت من آيات الله عليهم في الكهف إن عينهم كانت مفتوحة، فكل اللي يبص عليهم يفكرهم صاحيين وهم أصلا نايمين. وعلشان الأرض ما تاكلش أجسادهم كان ربنا يقلبهم مرة على اليمين ومرة على الشمال. كان معاهم كلبهم وقعد على عتبة باب الكهف وبسط ذراعيه ونام زي نومتهم بالظبط. وعلشان ما حدش يعتدي عليهم وهم نايمين قفز الله عز وجل في قلوب كل اللي يشوفهم الرعب. ناموا نومتهم الطويلة وبقوا على الصورة دي 309 سنين. كان بقائهم على الصورة دي ما ياكلوش ولا ما يشربوش من آيات الله عز وجل وبرهان قدرته. وبعد مرور الزمن الطويل بعثهم الله عز وجل وقاموا حاسين بتعب شديد في أجسادهم وقعدوا يتشاوروا فيما بينهم عن المدة اللي ناموها في الكهف. قال واحد منهم: كم قعدنا في الكهف ده؟ فقالوا: يوما أو بعض يوم. وقالوا العلماء إنهم دخلوا في الكهف الصبح وبعثهم الله عز وجل في آخر النهار. قعدوا يتساءلوا في مدة إقامتهم، فقال واحد منهم: ربنا عالم بمدة إقامتنا، وقال: ولا طائل في البحث عن المدة، فخلينا في الأهم والأنفع، فنحن الآن جعانين. راح واحد منهم علشان يشتري لهم الأكل ومعاه الدراهم الفضية اللي منقوش عليها صورة الملك الظالم دقيانوس، فليشتري لنا منه وليتلطف، أي يتلطف في دخول المدينة علشان ما حدش يعرفه، ولو عرفوا أهل المدينة هيقتلوهم وهيردوهم عن دينهم. كانوا خايفين حذرين إن الملك الظالم يعرف بيهم فيقتلهم أو يخليهم يعبدوا الأصنام. لما نزل المدينة استغرب واندهش جدا،
إن الشوارع اتغيرت والبيوت اتبدلت والناس غير الناس وهو مش عارف السبب. وبعد جهد كبير نزل لسوق المدينة وطلب من البائع الأكل، فاستغرب الراجل من منظره، فلما جهز له الأكل طلب منه الفلوس، فاداله النقود الفضية اللي مرسومة عليها صورة الملك دقيانوس. فاستغرب البائع جدا وقال له من فين النقود دي؟ فقال له الشاب هي دي النقود اللي بنتعامل بيها، ودي صورة الملك دقيانوس. البائع قال له هو انت مجنون؟ ده دقيانوس مات ليه أكتر من 300 سنة. استغرب الشاب جدا من الكلام اللي بيسمعه وحس إن الدم اتجمد في عروقه. اتجمعت حواليه الناس وخدوه للملك اللي بيحكم البلاد، فسأله الملك عن أمره فعرفه بأمره وهو محتار في حاله، فقعد يحكي لهم اللي حصل معاه لغاية ما انتهى بيهم في الكهف. بيقال والله أعلم إن الملك دخل عليهم وسلم عليهم وكان مؤمن جدا باللي قالوه، فتوفاهم الله عز وجل. فاختلف الناس في أمرهم في إيه اللي هيعملوه فيهم. منهم اللي قال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، ولكن الحاكمين قرروا أن يبنوا عليهم مسجدا. بنوا المسجد وبكده تكون 300 صفحة من صفحات الإيمان والإخلاص والزهد في الدنيا واللجوء إلى الله عز وجل. وبقيت قصة أصحاب الكهف يتنقلوها الناس ويقفوا قدامها المؤمنين وياخدوا منها دروس في الإيمان والإخلاص والثبات. وبكده أكون خلصت فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد.